زويناكم. كل نهار تشاف كل نهار تشاف، هذيك الكوزينه ما كتقاداش. شوفوا يوم البهله ما غاديش تبهدلكم، بهله غادي تنجح لكم 100%. شوفوا البهله كي دايره غير في اللاطه العاديه، اللاطه العاديه يكذب عليكم الكذاب يقول لكم خاصكم ضروري اللاطه المطوقه ولا المعوجه ديال البهله. ها انتم وصلت لكم البهله بالطريقه سهله وغير ب 10 دراهم ديال اللوز. هاي البهله بدون لاطه، درت البهله غير باللاطه العاديه. السلام عليكم يا احنا متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبألف خير وبصحه جيده، ونلقاكم هذا الفيديو بالصحه والراحه وطول العمر وباش ما تمنيتو. اليوم غادي نصب معكم الحلوه ديال البهله، قلت ندير لها فيديو خاص ونشاركها معكم بالطريقه ديالتي تكون اقتصاديه قدر الامكان. غنكون اللوز هو تحمر صافي، هو اللوز تحمر كيف ما كتشوفوا بحال حمرته غير بقلايه الهوائيه. غادي ندير شويه دقيق يتحمر حتى هو. انا نعبر شحال عندي هذا الدقيق هذا هو الاول، نعبرو شحال عادي. نطفوا هذا الميزان ونعاود نشعلو. الدقيق هنا غتقريبا واحد عندي هنا كيلو ديال الدقيق. ها هو كيلو ديال الدقيق غادي نحمر تقريبا واحد 200 غرام بحال هكا. هانتوما نعيني الميزان في التحمار، يعني كيلو ديال الدقيق هنايا نحمرو باش يخرج من داك اللون الزوين ديال البهله. صافي هذا طاب هذا الميزان. هانتوما فؤاد هو اللي كينقي الجنجلان. فيه شي حجر ولا والو؟ لا حيت غسلته وديرو في السطيله. والله حتى حادك فؤاد هانتوما كينقي. انا نقي بقى والو طيب، خصك تبدا تنقيه دابا. غنضحك معك، خذ راحتك. انا نمشي نطيب اللوز ورجع نقيتيه صافي. خدينا تقريبا واحد الكاس بحال هكا، واحد 120 غرام ديال الدقيق حمرناه، او 2 كيسان بحال هكا. ديروا شي 2 كيسان ما يكونوش عامرين ديال الدقيق الابيض وحمروهم بشويه بشويه حتى يتحمر لكم الدقيق الابيض. شوفوا هنا راه غتقطع ليا هاد الغربال هذا. شوفوا يعني غربلوه، ماشي تصفيوه، غربلوه بالغربال ومحاولوا ما تحرقوش بزاف. ما خصوش تحرق هاد الدقيق، غتجيكم البهله ماره. غير طيب حمروه بحال ديال السلو وحبسوا عليه. خدينا 10 دراهم ديال اللوز، هي 100 غرام ديال اللوز حمرتها في القلايه او في المقيله، لكم الاختيار. تحمروه مزيان بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. خديت غير 10 دراهم فيها 100 غرام، انا عطيتكم بالغرام وحتى بالفلوس. بالنسبه للجنجلان خدينا واحد 7 دراهم، هي 100 غرام ديال الجنجلان نقيته كما شفتوا في الفيديو. انا عندي جنجلان كان صراحه، ولكن عطيتكم شحال خاصكم تاخذوا. غتاخذوا واحد 7 دراهم ديال الجنجلان، وهذاك الجنجلان حتى هو حمرته، يعني حيدنا من الرطوبه غير بان لكم يطرطق. حيدوه شويه الزمن هو اللي كيخلي البهله تجي زوينه، واضافه زوينه بزاف. ها انتم شويه الزمن درناه، و250 غرام ديال الزبده اللي معروفه ديال اللي كنصوبوا بها الحلويات، 250 غرام، وجوج كيسان ديال السكر سنيده. كل كاس فيه 150 غرام. انا درت قياس كاس العنبه، يعني 2 كيسان كل كاس فيه 150 غرام ديال السنيده. غنمعكم الخليط ديالنا مزيان، غير يسالي الاذان ورجع معكم مع رشه ديال الملح، وكنمعكو الزبده والسنيده، وكنزيدوا 2 كيسان قياس كاس عنبه ديال الزيت. كل كاس فيه تقريبا واحد 190 ميلي بحال هكاك حتى ل 200 ميلي. كل كاس فيه 200 ميلي ديال الزيت العادي. صافي كنبقاو نحركوا المكونات ديالنا حتى تولي يبان لكم على شكل بوماد. راني البهله شاركتها معكم في رمضان ولكن بطريقه مختلفه، واليوم كنشارك معكم بطريقه مختلفه. السر اللذ ديالتها هو ديك الرشه ديال شويه ديال السمن، كتعطيها مذاق زوين. كتاخذوا الكاس ديال اللوز، يعني 100 غرام ديال اللوز اللي طحنا، و100 غرام ديال الجنجله اللي طحنا حمرناها وطحنا حتى هي، ومعلقه صغيره ديال القرفه. كتعطيها واحد المذاق لذيذ. دابا باش غنفكركم باللايكات، ضروري باللايكات. الله يخلي لكم صحتكم ويطول في عمركم ويعطيكم قصر في الجنه يا رب. بعد ما خدمنا الزبده والزيت والسكر حتى ولاو على شكل بوماد، كنزيدوا اللوز والجنجلان. هنا كناخذوا داك الدقيق اللي حمرناه حتى هو كنزيدوه، كيعطيها مذاق ولون. ونقولش لكم هذه البهله السيمو سريعه زوينه لذيذه، والاهم انها اي واحد غادي يديرها غتنجح ليه، هذا هو الاهم. صافي هنا غادي ناخذوا الدقيق. كيف ما قلت لكم الدقيق راه خدات ليا واحد 850 غرام، يعني 850 غرام اللي خدات ليا، وجوج خمارات بحال هكاك، يعني واحد 8 كيسان. حطوا حداكم وبقاو تزيدوهم قياس كاس عنبه حتى تجمع لكم
جوج خمارات، وغناخذوا الدقيق نزيدوه تدريجيا، غير غادي تجمع لكم، ما غدلكوها لا والو. البهله معروفه بانكم خاصكم تبقاو دلكوا حتى نتوما تدلكوا معاها لكن هذه سريعه لذيذه بنينه صافي. ها انتم واخا تبان لكم كتفرتت راه عادي، حيت فيها الزبده وما فيهاش البيض. البيض ما ديروش فيها البيض، انا ما درتش فيها البيض ما درتوش، درنا غير الزيت والزبده. 250 غرام ديال الزبده وجوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال السكر، جوج خمارات. ها انتم انا كنقول لكم بالخشيبات صافي. ها هو القوام ديالها هو هذا. خدات لينا واحد 800 غرام زائد نص كاس، يعني 850 غرام على حساب النوعيه ديال الدقيق. كاين شي دقيق اللي كيتشرب وكاين شي دقيق اللي ما كيتشربش. نتوما حطوا حداكم هذيك 800 غرام داخله فيها هذاك الشيء اللي حمرنا، يعني داخل فيها الدقيق اللي حمرناه. هذيك 800 غرام داخله فيها الدقيق اللي حمرناه، يعني تكون مجموع ديال الدقيق، وهذيك اللي محمر راه داخل في هذيك 800 غرام. كيف ما قلت لكم تقدر تاخذ لكم 850 غرام وقدر تاخذ لكم غير 800 غرام صافي. هي 8 الكيسان. هنا غادي ناخذوا العجينه ديالتنا نكوروها على الطريقه. الفران سخون مسبقا على اعلى درجه من الفوق ومن التحت. غير كندخلوها الفران كنخلوه على تقريبا اعلى درجه ناقصه شويه، يعني واحد 190 بحال هكاك حتى ل 200 درجه، يعني راه سخون الفران مزيان 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 مزيان. غير كندخلوها كنخلو العافيه من الفوق ومن التحت، وهاد لاطه في الرف الوسطاني، يعني ما بين الحراره الفوقانيه والحراره التحتانيه. العافيه الفوقانيه والعافيه التحتانيه كتكون لاطه الوسط. هنا غادي ندوز نصوب حتى هاد اللاطه. واللاطه الاولى دخلناها الطيب، راه اسهل ما يكون. الناس اللي عندهم الفران كيشعل غير من جهه واحده، شعلوا عليها من الفوق خلاها تتشقق لكم وطلعوها تحمر من التحت دغيا كطيب. اما الفران ديال الضو كتكون العافيه مجهده ناقصه شويه. بزاف ديال الناس كيصوبوا البهله وكيخلوها ليله كامله العجينه وعاد مع الصباح يطيبوها، يعني فيها صعوبات. والناس اللي كيبغيو يصوبوها كتبان لهم صعيبه، كيزعموش عليها، كيقول لك حنا غنبقاو نخلوها حنا بغينا نصوبوا هذيك الساعه ونحطوها عشان نبقاو نتعدوا معاها، يعني نهار اخر غنديروا حاجه اخرى. انا جيتكم بهذه الطريقه اللي سهله، درنا فيها شويه ديال السمن باش تخرج لنا المذاق ديال البهله. طريقه شي حاجه اضافه مغربيه واضافه من عند سيمو كتخلي الاطراف جمدانين بزاف. الريحه ديال البهله شنو كتشموا ما تعرفوا واش غتشموا الشباكيه، واش كتعرفوا واش تشموا كعب الغزال بالزهر. ريحه معروفاش، ريحه زوينه بزاف بحال ريحه رمضان عندكم في الكوزينه. يعني جربوها بالطريقه ديالتي وغتفكروني الكوزينه او بالباب ديال الدار. سمحوا لي العيال اللي كيتنينوا عندي، والله سمحوا لي بزاف بزاف بزاف. الريحه غتهبط عندهم ديال البهله من التحت بعد دابا نديرو هادشي اللي كاين. صافي دابا غادي ندوز دابا نحك الكوزينه شويه، نغسل هاد المعينات اللي عندي، غندور لكم الكاميرا وتشوفوا ما نخبي عليكم حتى حاجه. هاد البلاصه خاصها تحك، يعني هاد البلاصه خاصها تجمع. دابا انا نكمل البهله ونجمع معكم الكوزينه ان شاء الله. هاد المعينات هادو غسلتهم قبيله، دابا درتهم ينشفوا عاد نحطهم في البلاكار تحت. دابا غادي ندوز نغسل هاد المعينات هادو. هاد الروبيني هذا وكون غنقول غنبدلو وباقي ما سهلش بدل. ماشي ما كاينش الوقت، هذا هو المشكل. ماشي ما غنقول السيموش ما عندكش فلوس باش تبدل، راه ما كاينش الوقت، راه المشكله دابا. البلومبي خاصك تجيب واحد القواطع معاه وتخصص ليه نهار ديالو. هادشي علاش حيت ما كاين صابون والماكينه ديال الماعن قال لي والو ناخذهم، قلت سنجيب البلومبي يصوب لي هذاك الماكينه الصابون والماكينه ديال الماعن وعاد يدوز ليا يصوب لي هذا تا هو، بلا ما نجيبو مره ونعاود نجيبو مازال حيت غادي ناخذها قبل من رمضان ان شاء الله. قبل من رمضان غادي ناخذ ماكينه الصابون والماكينه ديال الماعن باش يعاونوني في رمضان ان شاء الله، باش من رمضان نعطوها الدوره نكون هادي دورو صافي. هذيك الساعه كيتسالى الطياب بصاله كلشي صافي. نخلو ما غنطيبو في رمضان، غنطيبو كلشي ان شاء الله، وغادي نديرو فيديوهات جدادين وغنطيبو طياب جديد وغنطيبو شي شهيوات اللي خطيرين. انا من دابا ان شاء الله من دابا غادي نبحث في شهيوات اللي جدادين باش في رمضان يكون جديد ان شاء الله. وكل نهار نقيد شنو غادي نطيب لكم في هذاك النهار ان شاء الله. في رمضان غتكبر العائله اكثر واكثر. ديروا شويه جابيل القاعده ديال غسيل الماعن كنبداو بالكيسان هما الاولين، حيت الكيسان كنشربوا فيهم وخاصنا نغسلهم هما الاولين حيت كيكونوا نقايه. راه جافيل درناه شويه، درنا تيد ديال الماعن هذيك صافي لحتها حتى نشري وحده اخرى.
وهاد الماعن هادو راه ما كيتقادوش، هادو راه غير ديال الظهر، يعني غير ديال الغديوه، هذوك اللي طيبت بهم هما اللي شاطوا ليا، ها هما كنغسل فيهم حداكم، يعني راه ماشي ديال البارح ولا شي حاجه ديال البارح، راه تغاسلوا مع الصباح ان شاء الله. راه كيف ما قلت لكم رانا غادي ناخذ ماكينه ديال الماعن في اقرب وقت ان شاء الله قبل من رمضان اللي كتاب، حيت هي كتنفع بزاف بالنسبه لي انا. شوف هذه البهله غير باللاطه العاديه. احبابي اللي شاف عندكم هاد البهله غيقول لكم واش شارينها او عندكم اللاطه ديالتها كيفاش درتوا ليها. هي راه ساهله، ما تخافوش منها. شوفوا العجينه راه واخا تبان لكم تفرتت، ديروا داكشي اللي درت انا، ديروا القياس ديال الدقيق، ديروا القياس ديال الزبده، ديروا القياس ديال الزيت، وتفكروني راه كتجي زوينه وساهله ساهله. صافي هنا راه كنكور كيف ما كتلاحظوا، وكنحط حدايا في اللاطه، راني طيب دابا جوج لاطات. هذيك اللاطه راه كتغتحرق ليا شويه اللي من ورايا، ولكن رديت ليها البال. هنا غادي نحطهم، قربت لكم باش تشوفوا راهم ما كبارينش بزاف. هاد البهله هذه الحجم ديالها متوسط على قد غريبه، عرفتوا غريبه بحال هكاك. اللي سمعتوا الصداع سمحوا لي، راه مريم في كتجي عندنا للدار هنا كتنوض هذه بصح، وكلشي كيضحك معاها وكلشي كيلعب معاها، وهذا هما الوليدات كيحيدوا ديك الفراغ ديال الدار، وكتولي الدار فيها النشاط كما كنقولوا. الله يحفظ لكم وليداتكم الله يخليهم لكم. كنحكوا البانيوات بالتيد وجافيل، صافي ديك المعالق حتى ما حكيتهم، غيبقى لي اللافابو. اللافابو هذا راه ديال الماعن، راه ما كنغسلوا فيه حتى حاجه، يعني كنغسلوا فيه غير الماعن. واخا نحك بهذيك الحلفه ديال الماعن هو اصلا ديال الماعن. عندنا لافابو ديال الغسيل ديال وجهنا، اما هذا ديال الماعن ما كنغسلوا فيه مقيلات، نغسلوا فيه داكشي صافي، يعني تا هو نقي 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 نقي. وديما كنحكوا بجافيل والتيد، راه كل تقريبا مع الصباح ومع الظهر وبالليل في الوقت اي وقت الحكام. عرفتوا انا من الناس اللي كنبغي نسيق الكوزينه، ما كنبغي حتى واحد يكون في الكوزينه كيبرزطوني، خاصني نحك القناه كاملين. دابا وسمعني واقف في هذيك البلاصه، كيفاش غادي نحك هذيك القناه انا؟ كيفاش غادي نحكو؟ كي قال لك يطيب في ماكلته كل دقيقه ينوض يطيب المقالي كلهم، انا خصت المقاله وانا نوض يوسخ فيها. صافي ضربنا بالكراطه وغادي ندوزو بالجفاف اللي نقي بشويه ديال الساني كروه. جافير اللي راه درناه في الاول وحكينا للدص. بالنسبه لواحد الفران حاطه في الارض، غادي نصوب لي طابله ديالته ان شاء الله ونعلقو في الكوزينه، وغادي نتشاور معكم اش من بلاصه نحطو فيه هذاك الفران. صافي دابا ثالث غنمشي نغسل وغادي نعمر واحد البلد يكون مشبشب ومنعنع. حتى تقولوا لي واش مشبشب ومنعنع. صافي طيبت البهله تهنيت منها، غادي نحطها في الطبسيل ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هي 160 غرام بحال هكا ديال الدقيق اللي شاطينا من كيلو. هذا هو الشكل النهائي حلوه البهله. ما عرفتش علاش سماوها البهله صراحه، حتى تقولوا لي شنو علاش سماوها البهله، حتى تقولوا لي علاش سماوها البهله انا ما عارفش. وقيله حيت كتبهدل الانسان باش اللي غيصوبها، كتبهدلو مزيان وما كتشققش ليه. انا بهدلتها، انا اللي بهدلتها، جات كلها بشقه هاك ولا لا. صافي صوبتها تهديت منها. بغيتو ديروا القرنفل مطحون يمكن ليكم معاه، يعني القرنفل كيعطي واحد المذاق زوين. انا غير ما عنديش القرنفل مع القرفه كيجي رائع. والسمن راه درنا غير شويه ديال السمن، راه ماشي بزاف، راه ماشي كسكسو هذا، غير باش تجينا بنينه وصافي. هنا صافي غنقدمها في هذيك الطبيسيل. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ما نقولش لكم خرجت لي كميه كبيره ديال البهله، منها زوينه بزاف وناجحه 100% اقتصاديه. وراه عمرتيني طبسيل، نسيت ما حسبتش شحال من كيلو خرجت لينا، تقدر تكون شي 2 كيلو بحال هكاك ولا كيلو ونص. راه تبارك الله الطبسيل راه كبيره ماشي صغير. صراحه مشات لي من بالي يكون عبرت عندي الميزان وكل شيء، ولكن ما عندي ما ندير. باينه تبارك الله شحال خرجات، راه كميه كبيره. وانتم اللي عجباتكم ديروا غير عجنه وحده، وحتى تعجبكم وانا متاكد غتعجبكم وزيدوا عجنه الثانيه، وتبقى عندكم ديما في الدار هو والفقاس. اللي بغيتو نشارك معكم الفقاس غير قولوها لي، او نشارك معكم شي شكيل ديال صابلي حتى تقولوا لي نتوما شنو بغيتو. دزوا لي انا رجعت لكم حتى تقولوا لي البهله ديالتي كي جاتكم زوينه، نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. راه ما صعيباش بزاف وسهله، وديروها للوليدات ديالكم وفرحوهم واش ربي يفرحكم.
وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالها غتشدوها في شي بواطه تكون محكمه الغلق، ونقيه ديك البواطه وتسدوا عليها وديروا معاها السكر باش ديما تبقى لكم مقرمشه ولذيذه. ها انتم انا غنقطع معكم وحده ضروري، شوفوا زويناكم. صافي خليتكم راحه البال، انا نقرب لكم نوريكم الشكل النهائي ديالها. ما بغيتش نشارك معكم بزاف ديال الوصفات في هذا الفيديو هذا باش ما تكتبوا البهله ديال السي مستار طلع لكم البهله ديالي اللي كنت درتها مع الوصفات بزاف، راه الفيديو غيتوضر، الفيديو ما غاديش تلقاوه. هذا هو السبب ما حطيتش لكم بزاف ديال الوصفات في هذا الفيديو. هادشي اللي كاين، راه كاينين عندي مصور وعندي بزاف ديال خصني غير نحطهم. يعطيني الله القوه باش تصاوب لكم المونتاج. هادشي اللي كاين. صافي نمشي دابا نعمروا بالديلات حنا غناكلوها اليوم. كذب عليكم ما نخبوها ولا حتى حاجه، كل نهار نرزقوا ناكلوها اليوم نخبوها غدا نصبحوا ميتين. ناكلوها ونتهناو. هادشي اللي كاين. يلا خليكم دابا تهلاو في راسكم احلى بالتبعيه، نبغيكم بزاف وراه غادي نجيب لكم جديد واحد الحاجه علاش كنبان لكم وليت طاقه جديده وليت كنشرب واحد اللعيبه زوينه غادي نشاركها معكم. مع عند واحد السيده مشهوره كتبيع هذا الشيء ديال خلوه مفاجاه ما نحرقش لكم وراء المراحل، حيت اتصلت بيا وقلت لها وهضرنا انا وياها، قلت لها راه كنعيا وهذا الشيء وليت كنعيا مؤخرا ما عرفتش واش بديت نكبر ونشرب ولا ما عرفتش، وهي تصايبت لي واحد الباك زوين غنبقى ديما نشاركو معكم ان شاء الله، وديما غنوريكم هذه التشليق وهذا التشليق هادشي طبيعي 100%. وانتم غتشوفوا بان هاد السيده اللي شاركتها معكم راه معروفه والمنتوجات ديالها واعرين بزاف، وغتبقى بيناتنا يعني ديما التعاون بيناتنا. هادشي اللي كاين. تنبغيكم بزاف، خليتكم راحه البال. سمعني اش كتقول بزاف كاع كاوكاو. سمعني انا راه شتو على مش قانيه، هاي علاش قانيه. قاني عليها ولا لا؟ صراحه الشباب راه بغيت نعمر لك وباتي وما بقاش اسهل، نوريك بحبابي راه مابقاش اسهل. ها انتم بغيت نعمر واحد البريد ديالها، دابا غنقطع التصوير وغادي نمشي نجيب السلطان ونجي. مابقاش اسهل. حنا السكر كاع ما كنستعملوه، حتى هو اللي كنستعملو. هادشي اللي كاين. شنو نقول لكم، تلاقاو غدا في فيديو احسن من هذا. السلام عليكم. سلام.